السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه الاخبار؟ جينا في فيديو جديد. لسه منزلين فيديو امبارح والنهارده فيديو، فخلاص هو بقيت انزل فيديو على طول. عايز اقول لكم في البدايه طبعا في دوشه تحت عندي، شغالين نقل طوب ورمله وزلط وبتاع مش عارف اكون واضح في الفيديو يعني ولا لا، بس ما مش هعرف هغير الموضوع ده يعني، ف اتس اوكي يعني. المهم ان في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي نقدر نجيب مجموع اعلى من 90%. وده طبعا بشويه خطوات كده، انا شايف ان انت لو عملتها فده هيساعدك بشكل كبير جدا في انك توصل لانك تعدي مجموع ال 90%. اي حد جاب مجموع فوق ال 90% فهو بلا شك كان بيعمل الخطوات دي. علشان كده انا قررت ان انا اعمل الفيديو ده واقول لك عليها في البدايه كده، واحنا لسه في شهر 11. وعلشان نسمع الفيديو ده بدايه كده لازم نروح نعمل حاجه نشربها عشان نكمل الفيديو واحنا بنشرب حاجه. لو مش عايز تعمل ما تعملش حاجه وننزل نعمل لايك، نعمل كومنت، نعمل سبسكرايب. الحاجات دي بتساعد في ان القناه تنتشر اكتر تكبر اكتر وكده انت بتفيدني. ولكن لو مش عايز تعمل حاجه من الحاجات دي فما تعملش حاجه عادي جدا، مفيش اي مشاكل. يلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه علشان تجيب مجموع فوق ال 90% او علشان تجيب مجموع عالي بشكل عام اصلا، او علشان تحقق اي حاجه في حياتك بشكل عام، فهو لازم يكون عندك خطه مسبقه لاي حاجه انت بتعملها. يعني ايه؟ يعني باسلوب سهل لازم تكون عندك نظام معين انت ماشي عليه. ازاي برضه الموضوع ده؟ انا قلت لك قبل كده في فيديو من الفيديوهات يعني ان انت عندك حلين علشان تمشي بنظام في يومك وان انت تخلص حاجات بشكل منظم. وهي الخطه الاولى طبعا وهي ان انت تمشي بالنظام الاسبوعي انك تعمل جدول اسبوعي تمشي عليه، وده اللي انا كنت بعمله. او الحل التاني ان انت اول ما تصحى من النوم تقوم ماسك ورقه وتكتب فيها الحاجات اللي انت عايز تخلصها النهارده وتبدا تمشي عليها لحد ما تخلصها. ولكن بعد يعني لو قلت لي طب ايه الافضل فيهم، انا بصراحه من وجهه نظري هو الجدول الاسبوعي. فانا شايف ان لازم يكون عندك جدول اسبوعي بتمشي عليه، لان انت الخطه بتاعت اليوم تمام ماشي، انت هتكتب في ورقه انت عايز تخلص ايه النهارده وكل حاجه 100 100 يا باشا تمام. ولكن بعد اسبوع انت هتكون انجزت قد ايه؟ هتكون عملت ايه؟ ممكن النهارده تكتب ان انت مثلا كنت مسكت ورقه كتبت ان انت عايز تخلص انجليزي وعربي، اليوم اللي بعده كتبت انجليزي وعربي برضه، فاهم؟ فالموضوع مش منظم كده. انت في الاسبوع ده هتكون ذاكرت انجليزي وعربي كتير على حساب مثلا مادتين فيزياء وكيمياء مثلا ما ذاكرتهمش خالص الاسبوع ده. فالموضوع حاسه هيكون ملخبط شويه ومش منظم. فعلشان كده انا بفضل بصراحه انه يكون عندك جدول اسبوعي تكون ماشي عليه، تكون محدد كل يوم هتعمل ايه، بحيث ان انت عارف الاسبوع ده كله انت هتنجز كميه قد ايه. وفي نفس الوقت مقسم الموضوع بالتساوي، كل ماده واخده حقها، كل ماده متذاكره بنفس قدر الماده اللي جنبها، وما اهملتش اي ماده من المواد. افتكر دايما ان الراحه لا تنال بالراحه. يعني ايه؟ يعني انت لو فضلت اليوم كله بتلعب ما بتعملش حاجه، لما تيجي تنام هتفضل مكتئب وزعلان، انا النهارده اليوم ضاع، انا النهارده ما عملتش اي حاجه، رغم ان انت كنت مرتاح. ولكن حاليا انت مش مرتاح، انت دماغك مسوحاك وبتفكر في ان انت ضيعت كل حاجه. ولكن تخيل لو اليوم كله كان مجهود ومذاكره وتعب، هتنام راضي عن نفسك مبسوط جدا. فالراحه لا تنال بالراحه. تاني حاجه من وجهه نظري ان انا في مواد مش عايزك تنسى القديم فيها قوي. يعني ايه؟ يعني احنا عارفين طبعا ان انت كل ما بتدخل في الجديد وبناخد حاجات جديده في الماده، فاحنا الحاجات اللي خدناها في الاول خالص القديمه بنكون بدانا ننساها لحد ما واحده واحده نوصل لشهر مثلا 2 ولا 3 نلاحظ ان احنا نسينا الدروس الاولانيه دي خالص. انت حاليا وانت بتسمع الفيديو افتكر كده الدروس الاولانيه اللي خدتها في شهر 8، هتلاحظ ان انت مش فاكر حاجه ومش فاكرها تمام. فايه؟ في مواد انا شايف ان هي ما ينفعش تتساب لدرجه ان هي تتنسي بشكل تام. خد بالك الوضع اللي انت فيه ده طبيعي على فكره وعادي يعني انك تكون ناسيهم، مش هقول لك ان دي حاجه كلنا كنا كده. ولكن انا شايف ان في مواد ما ينفعش انها تتساب خالص، لانها في المراجعه بتاعتها هتكون رخمه وهتكون تقيله. زي ايه مثلا؟ زي من وجهه نظري الفيزياء والنحو. المادتين دول انا هو النحو طبعا فرع من فروع العربي يعني مش ماده، ولكن انا شايف ان الاثنين دول ما ينفعش يتسابوا خالص. يعني الفيزياء يا جماعه منهج كبير جدا 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 جدا، لما تيجي تراجعه انت تلاحظ ان هو مش هيخلص في الوقت بتاع المراجعه، وقت مراجعه صغير. لو بص على منهج الفيزياء كبير خالص، فتخيل انت لو اديت لكل فصل هتدي له وقت قد ايه، فاهم؟ فانا عايزك دايما تكون بتحل فيزياء. الفيزياء على فكره لو انت على طول بتحلها فهي مش هتتنسي. لو انت دايما بتحل على الفصل الاول مثلا، حل لك مسالتين ثلاثه مثلا كل يوم بعد ما تخلص. قسم على الاسبوع بتاعك زي ما قلت لك في الجدول الاسبوعي، قسم هتحل فيزياء امتى في الاسبوع، خلي الموضوع متقسم. والنحو كذلك برضه، الحاجات دي لازم تتحل على طول، لازم تتحل على طول. النحو تحديدا تدريب جامد مش بالمذاكره، النحو مش بيجي بالمذاكره.
والفيزياء والله برضه، بس النحو جامد يعني، النحو ده بيجي بالحل على طول. فالحاجات اللي زي كده، والكيمياء برضه شويه، ولكن المادتين دول الفيزياء والنحو انا دول اكتر اتنين شايف ان هم ما ينفعش يتنسوا خالص، ما ينفعش تماما يتنسوا خالص. ما تستناش تخلص منهج النحو عشان تبدا تراجع، لا دايما حل على القديم. الفيزياء ما تستناش تخلص علشان تحل، علشان تراجع على كله. ليه؟ لان الفيزياء مش هتخلص دلوقتي خالص. انا خلصت فيزياء يا جماعه في اخر شهر 4، فاللي هو الموضوع بيطول جامد جامد جامد. فلازم تفضل تحل على القديم، لازم تفضل دايما فاكر القديم. حاليا انت تقول لي انا مش فاكر حاجه من القديم، اذا لم يكن انت ما بداتش نحو اصلا كمان، عادي يعني، احنا لسه بدري قوي يعني حاليا، فاهم؟ فعادي. بس ابدا قسم وقتك، وابدا حط الحاجات دي في الجدول بتاعك وفي التقسيمه بتاعه الجدول. ودايما علشان تخلص اللي انت عليك في اليوم ده في الجدول، لازم تبدا بدري، لازم تراقب ساعتك، لازم تكون مركز كويس قوي ان انت تخلص الحاجه دي في وقت اسرع. ودايما عايزك علشان توصل لمجموع فوق ال90، او علشان توصل لمجموع عالي، او علشان توصل لاي حاجه عاليه في حياتك، ما ينفعش تنسى الغايه، ما تنفعش تنسى الحاجه اللي انت عايز توصل لها هي ايه. يعني ايه؟ يعني انت من الاخر الموضوع ده كل اللي انت بتذاكر ليه؟ انت عايز توصل لايه؟ انت عايز تكون ايه؟ دايما لما بتنسى انت عايز تكون ايه، فده بيصعب عليك الموضوع اكتر. يعني انت دلوقتي شايف ان دي ماده عربي، فيزياء، كيمياء، كل دي مواد شغال تذاكرها كلها، الموضوع صعب، الموضوع معقد، دروس كتير، تعب كتير. انت لو مش عارف انت بتعمل ده ليه، عايز ايه من كل اللي انت بتعمله ده، فده بيصعب الموضوع عليك اكتر جامد بكتير. انت بتذاكر ليه؟ انت عايز توصل لايه؟ انت عايز تجيب ايه؟ انت عايز توصل لفوق ال90 ليه؟ علشان تخش الكليه كذا كذا. خلاص، يبقى هل ده اللي انت بتعمله ده هدفه كده؟ انت لو ما عملتش ده فانت مش هتوصل لده. انت لو نسيت انت بتعمل كده ليه، فده هيصعب عليك المهمه اكتر. وبرضه في الكليه كذلك. يعني انا حاليا في الكليه انا بدرس ليه؟ انا عايز ايه من الدراسه؟ الدراسه رخمه، الدراسه صعبه، الدراسه تقيله، كل يوم بذاكر ليه؟ انت عايز توصل لايه في الاخر؟ لو نسيت انا عايز اوصل لايه، فده هيخلي الموضوع صعب جدا جدا جدا. المذاكره، انا بذاكر علشان عايز اكون دكتور شاطر، علشان عايز افيد، عشان عايز ارفع من شأني اولا، علشان عايز اعيش حياه كريمه بعد كده. في اهداف كتيره ما ينفعش تتنسي، اهمها ان انت تكون دكتور شاطر، وان انت تكون شاطر في مجالك واحسن واحد في مجالك. يعني دايما طموحك تبقى اعلى حاجه، فاهم؟ ما تقللش من الطموح بتاعتك، علشان دايما الطموح العاليه هي الاساس، يعني هي الاساس انك توصل لاي حاجه اصلا. بعد كده عايز اقول لك اوعى تهمل ماده على حساب ماده تانية. قلت لك الموضوع ده في الفيديو بتاع امبارح وبقولها لك تاني، ما تهملش ماده على حساب ماده تانية. مش معنى ان انت ضعيف في الكيمياء مثلا او ضعيف في الفيزياء فانت تدي كل اهتمامك للفيزياء والكيمياء، وتهمل مثلا العربي، تهمل الجيولوجيا، تهمل اي ماده تانية. ما ينفعش تدي اهتمام لمواد واهتمام، والمواد التانية دي خلاص انت شايف ان هي سهله وبسيطه، فانت خلاص اديت كل اهتمامك لده وطنشت دول. كده انت بتدي ماده على ماده، او بترفع من ماده على حساب ماده تانية. المواد اللي انت شايفها سهله دي في الاخر هي اللي توقعك على فكره، حتى لو اتقنت المواد اللي انت شايفها مش سهله. ليه؟ لان انت ما اديتلهاش وقت اصلا. انت دي مواد سهله بس انت بتذاكرهاش، فايه؟ طب هتوصل لايه؟ طالما مواد سهله زي ما قلت لك، الحل كله في الجدول الاسبوعي اللي انت هتدي فيه كل ماده حقها. حتى لو الماده سهله، ما ينفعش يجي في وقت مذاكره الجيولوجيا تقول الجيولوجيا سهله لا هروح بقى اذاكر ايه، اروح اذاكر فيزياء مثلا، او اروح الحته دي في الفيزياء وقع مني لازم اروح اذاكرها دلوقتي. لا، وقت الجيولوجيا كل الجيولوجيا، وقت العربي كل العربي، الفيزياء وقتها زياده. طالما مثلا واقع في الفيزياء، لا ادي للفيزياء وقت زياده، خلص اللي عليك في الفيزياء، ودي وقت زياده ان انت تذاكر مثلا حاجات تانية انت مش متاكد منها، مش قوي فيها. تدي لنفسك انك تتفرج على مدرسين تانيين في الفيزياء. وطبعا انا مش عايزك تطول في الحته دي كتير، يعني استقر على مدرس واحد بس بسرعه. وبس ده كل حاجه كنت عايز اقول لك في الفيديو ده، مفيش اكتر من كده. و خلاص رجعنا، يعني استقرينا. باذن الله يكون في فيديو تاني بكره او بعده، مش متاكد بصراحه. واسيبك علشان اروح اذاكر علشان اتخرج اكون احسن دكتور، وانت كمان روح ذاكر عشان تبقى دكتور، او ممكن مهندس، او ممكن ايا كنت عايز تكون ايه. المهم ما تنساش انت عايز تكون ايه في الاخر. تمام؟ يلا سلام.